انا وليتي رايح نغني سيريو. لقيت روحي نضحك، لقيت روحي شايع. نبيل سبتي صاحب الضحكة الشهيرة يصنع الترند عالميا في مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا معنا. نبيل هو شاب من مدينة بلعباس، شارك في مسابقة ألحان وشباب سنة 2014، وكان ظهوره استثنائيا بسبب دخوله في نوبة ضحك هستيرية كلما حاول الغناء. في مواقع التواصل الاجتماعي تحظى فيديوهات نبيل بمشاهدات قياسية، حيث سجلت إحدى فيديوهاته قرابة 100 مليون مشاهدة وأكثر من 4 ملايين إعجاب في يومين على منصة انستغرام. ما ضحكناش حنا على باطل، حنا ضحكناش على باطل، جبنا حقنا والحمد لله يا ربي. 100 مليون مشاهدة وأكثر من 4 ملايين إعجاب في ظرف 48 ساعة، أو كما قال صاحب الغزوة المباركة: ما ضحكناش على باطل. قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وقبل أن تصبح الشهرة لعبة يحكمها الحظ، لم يكن لأحد أن يصدق أن المخترع الحقيقي للفيسبوك والإنستغرام والتيك توك واليوتيوب هو ذلك العجوز المجهول الذي قال حكمته الخالدة: شيع وارقد. في مسرح الحياة لا يتقدم من يتقن العمل، بل من يجيد الظهور، وهو ما نراه اليوم بعد أن صار المسخ هو القاعدة. مسخ نراه ونعيشه ونسيره رغم سقوطنا وعزنا. البقاء لم يعد للأصلح بل للأكثر بروزا والأكثر أضواء والأكثر جياح وتمهبيل. ببساطة نعيش زمنا لسان تعريه. البقاء لمن يتقن لعبة البغاء، وللبغاء في زمننا هذا أوجه متعددة، فما عاد البغاء مقتصرا على جسد يعرض، بل صار لسانا يفسد وفكرا يتعرى وقيما تباع بثمن بخس عنوانه أو قيمته كبس كبس، ناهيك على أنه قد يكون عمالة وخيانة على طريقة نطف اللايفات ما وراء البحر، أو من يسمونهم أبناء المازدات والكازمات. ابتلينا بزمن قيمتك فيه من قيمة الإعجابات أو اللايكات التي تحصدها، ولا يهم إن كان مصدر تلك الإعجابات ضحكة عابرة كحال الشاب السبتي الذي حصد 100 مليون مشاهدة، أي 100 مليون شخص، أي أمة من الناس التي مهبلة قديمة. حاله كحال بليغة ريفكا أو بيبي دامور نميديا وهلم جر من مغامرات زكروط أو مراوغات جوشع، وصولا إلى فوندام بالعباس وتحديه لبريس لمعسكر، ناهيك عن موكل الأحراش والغابات، دون نسيان دروس الشابة الزهوانية في عز شهر الصيام في الأخلاق وأحاديثها الدينية رفقة الشابة شارلومونتي وزميلتهما في التقوى والورع الشابة خيرة، مع وضع كلمة الشابة بين قوسين في حالات عجائز وعجزة التواصل الاجتماعي وبلاطوهات قنوات قشبختة وفناجل بالتلقطاطي، وكل ذلك من خلال قنوات معتمدة تستهلك الملايير من الخزينة العمومية لتروج للعبث والمسخ. ولنا أن نتصور ما فعلته بلاطوهاتها من تسويق للتفاهة بحثا عن الترند والإثارة، وذلك دون أي اعتبار لجيل كامل هو الضحية الأولى والأخيرة في لعبة المسخ. جيل رسخوا في ذهنه أن الشهادات أو السي في ليست ضرورية، بل يكفيه أنه يشيع ويرقد، أو كما اعترف صاحب الضحكة الأسطورية في سخريته القاتلة معريا واقعنا بقوله: راني غادي نشوف هاد الشركة على ربي بنخدم على روحي، راني رافد سي في ومقلع. السي في تاعك؟ سي في خويا هذا. راه جيني هذا السي في تاعي. ما أصدق هذا الفتى الذي يعد أقلهم ضررا مقارنة بسوق البؤس والذر والتمهبيل الذي نعيشه ونصفق له أيضا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في إطلالة وموسم جديد من برنامج عمر راسك. عمر راسك يا ولدي وإنها تدور. عدنا والعود أحمد، والبداية من مقدمة الحلقة ومن واقع ما ضحكناش باطل وما تمهبلناش باطل وما رقصناش وما صفقناش باطل، وخاصة في ساحة السياسة، حيث المهزلة اليوم مساحتها من مساحة الضياع الذي نعيش والعفن الذي نتنفس والمسخ الذي نساير. مسخ لم يستثني مجالا إلا وأسدل عليه رعايته السامية والمقدسة. إذا كان الجميع يفكر بالنهج نفسه، فاعلم أنه لا أحد يفكر، ومشكلتنا مع ما تعفن وتغير وتهدم من مقومات كنا نظنها مسلمات ثابتة.
لم تعد أي تلك المشكلة فقط في فقدان التفكير، بل في أننا نصفق ونروج ونرفع من شأن كل ما هو تافه ومبتذل وفق قانون هذا القماش ادي ولا خليه. أصبحنا نريد من يضحكنا وهو يسخر منا، والأسوأ من ذلك أن هذا الجيل الذي هو زرعنا وحصادنا فهم القاعدة، وكما أدرك أن الشهرة والنجومية والنجاح لم يعودوا حصيلة مدرسة وأخلاق ومبادئ بل صاروا مساحة في الترندات، فإن ذات الجيل وصل إلى قناعة أن هذا ما يريده المجتمع، لذلك ساير التفاهة بإنتاج الوفرة منها حد التخمة. من هنا تم اختراقنا بإظهار عقدنا وإظهار تراكماتنا وغيابنا المتعمد، والسؤال المطروح قبل أن نصل إلى لب المشكلة إلى جذورها المختزلة في إعلام والشاش والأزرق سعاني وإلى مروان قروابي اللي ولا السكرتيرة زبيدة وعجب الحال، نتساءل لمصلحة من حدث كل هذا السقوط، ومن يقف خلف هذا الانهيار الذي سحق القيم وكل معنى لكلمة يا عيبي وياك الشفتي كما تقول أمهاتنا. ماذا يحدث في الشارع الجزائري بشكل خاص وفي شوارع المجتمع العربي بشكل عام؟ ماذا جرى لشبابنا في شوارع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وتبعاتها من منصات التفاهة وأي بضاعة ابتليت بها الأمة؟ النموذج أمامكم وأول الغيث ظاهرة الفوندامات والبروسليات وولد الغلا والتنافس على العالمية في الجياح والتمهبيل العلني. جيبوا لي بروسلي تاع بو حنيفه وفوندام تاع عبد العباس. فوندام بريسلي تاع بو حنيفيه راه جا عند ولد الغوله، بصح انت تم فيك اللوش. عبد القادر والعالميه. فوندام شوف فيا، شوف عاود قول لكم ولد الغوله نقسمك. رسلي ماكش وحدك في الديره. بريزلي تاع بو حنيفيه ساموراي تاع غيليزار جاي عندك، وجد روحك انا جاي. يا بروسلي تاع وهران نحكم نقطعك. إيا يا عزيزي، الأمر الوحيد الذي يمكن استنتاجه من جيل الفوندامات والبروسليات ووليدات الغولة وغيرهم من ظواهر تمهبيل عالمية هو أن الإنترنت لم يفسد المجتمع، إنما كشف عن فساده المتجذر وأظهر ما في أدغاله من جياح وتمهبيل وحرمان، بل حتى نباح أيضا. السلام عليكم. اللهم لطفك. لا شيء يحدث بالمصادفة، إنما هي التراكمات التي أفرزت لنا ضحايا من هذا النوع الفوندامي والهوهاوي، ضحايا على طريقة من بكري سيدي مليح وزادوا الهوى والريح. وصدق الفتى السبتي صاحب 100 مليون مشاهدة و4 ملايين لايك في 48 ساعة، صدق حينما قال السي في أو السيرة المهنية والدراسية في هذا البلد أصبحت ضحكة عابرة، تمهبيلة في الطين، رسمة على وجهك، ركلة لأنبوبة غاز. هكذا تضمن مستقبلك العنوان لكل ما سبق. إن لم يذهب الحمقى إلى السوق فمن يشتري البضاعة الرديئة. والحمقى هنا جماهير ومتابعون وعالم من السذج نفخوا في تلك الظواهر، فأصبح المجتمع كله مشروع هبال، مجتمع بعضه يقلد فان ديم وحركة بروسلي وشطحة جاكي شان، أما بعضه الآخر بذكوره ونسائه فقد اختار طريقا آخر، طريق أكثر بؤسا. ولا غفر الله لمن اخترع الانترنت ففضح بهم هابل لم يكن يعرفهم إلا أهلهم، لكن تعويذة كبس أخرجت لنا جيلا من المقرمدين والمصوتين والذين ضرب فوق رؤوسهم البارود. كبس يا مول البوتيكا، وأهلا بكم في جزيرة الواقواق. مدخل جزيرة الوقواق مخيف ومظلم، لكن الحياة داخل الجزيرة ممتعة.
الدين هو اللباس، الصيام والصلاة والزكاة والنطق بالشهادة والحج والاعتمار، وانتهى الأمر. ما تدخل امبيرمي، ما تدخل حتى واحد في حياتك. هاي مرتي دخلتك شي واحد في حياتك؟ لا جامي واحد دخل في حياتك، وجامي حيكون واحد دخل في حياتك. خوتي انا عندي مرتي امبيرميابل. أين المشكلة؟ وهالأبطال ظاهرة التكلاب على التمهبيل والتعري الذهني تحت مسمى مؤطرين وصناع محتوى ومشهورين هم المذنبون في حق الذوق العام، أم أنهم مجرد ضحايا لمجتمع هو العاهة ذاتها؟ حين نشاهد مثل هذا الانتشار لظواهر كأن يقدم أحدهم زوجته بهذه التفاهة. خوتي أنا عندي مرتي امبيرميابل، كاش واحد فيكم عنده مرته امبيرميابل؟ أو نرى مخلوقات تستغل تجاريا بهذه الصورة لتسويق الحقائب وكأنها هي الحقيبة، أو نتابع هذا الكائن يهبط من الفضاء ثم ها هو ذاته يفتي ووراءه قبة المسجد الأعظم ليعلم الناس دينهم. حين نشهد كل ذلك ندرك أن هؤلاء ليسوا سوى ضحايا لمجتمع التصفيق واللايكات والترندات، مجتمع احتفى بسقوطه فصفق له ونفخ في التفاهة، وطبعا لولا الحمقى لما وجد من يسوق البضاعة الرديئة. والسؤال الوحيد أمام هذا التمهبيل وصحانية الوجه: من الذي أو شكون اللي خلى باب الزريبة مفتوح؟ ومن أين هبط هؤلاء وإلى أين نحن ذاهبون؟ حين سئل الكاتب الروسي أنطوني تشيخوف عن طبيعة المجتمعات الفاشلة قال: في هذه المجتمعات لكل عقل راجح 1000 أحمق، ولكل كلمة واعية 1000 أخرى جوفاء. الأغلبية دائما غارقة في الجهل، لا تكتفي بذلك بل تحارب العقول المستنيرة حتى تطفئها. وعندما ترى السطحية والتفاهة تتصدر المشهد وتصبح القضايا التافهة حديث الساعة، فاعلم أنك في مجتمع يعاني من فشل بنيوي عميق. إن أسوأ ما يواجهه المجتمع ليس الجهل فحسب، بل تمجيد الجهل وتقديمه على أنه واعي حتى تصبح الرداءة هي القاعدة والمعرفة استثناء منبوذا. في هذه البيئات تتراقص الجماهير حول كلمات جوفاء وتصنع من التفاهة رموزا تملأ الفضاء العام. أحسن صورة تجسد ذلك التهاوي الذي ذكره الكاتب أن تتوقف كائنة افتراضية خرجت من الملاهي والبارات على ناصية الطريق بسيارتها الفخمة أمام عجوز فقير ألم به زمن الشارلمونتي ليجد نفسه أسطوري في لعبة ديلي مطلوعة، وزود الفرماج والبيض يا الحاج، وكبس يا مجتمع الشارلمونتي ويا قاشي المدعو والشاب بيلو مساعد المساكين والزواولة كما يقول. ندير لي 4 بيض وندير لي معاهم الملح والفرماج، ندير لي في وسطهم الطو وعطيني قرعة البن دروك بيوضي باللبني طريق السلام 10 مومنتي. هيا كتر سندويتشا دي بيت فايت فرماج الطا. بون هاني جيت راني معكم في السوفيتال، اهدر يحضر. الحمد لله غادي دروك عمري ما هدرتها بصح غادي نهدرها دروك. هذوك الدراهم الحرام عاوننا بهم المساكين، داروا بهم لي زوبيراسيون ونجحت لوبيراسيون، فرحنا بهم المساكين وفرحوا، وعاوننا بهم المساكين وفرحوا. شارلمونتي التي يتابعها الملايين من مجتمع اشتهردح، ومن خلال وقوفها مع عجوز المطلوع ثم ظهورها في السوفيتال في المشهد نفسه بذات اللباس، جعلت من العجوز المسكين ترند، وحصدت من على ظهره فقره ووقاره وحاجته 1000 تكباسة. قلنا من خلال تلك الوقفة رسخت أن الطريق الليسي دلالي أو طريق أصحاب البارود والبار هي طريق النجاح، وأن الحلال نهايته بيع المطلوع في الطرقات. والحال ذاته مع مفتي الديار الرايوية الشيخ أو الشاب بيلو، وحكاية دراهمنا حرام بس عاونا بهم الزوالية. والنتيجة هذا ما يراد له أن يرسخ في عقل الجيل، إما أن تكون شارلمونتي ومن رهد بيلو الذين يدخلون الجنة بدراهم البارات، وإلا فإن نهايتك ناصية الطريق. دير لهم يا مسكين 2 حبات بيض و4 فرماج في خبزة مطلوع وخلى الصرف عندك. وطبعا أنت أعجن المطلوع وهنا التكباس عندنا
هذا هو الواقع بمرارته وسخفه. والوصف الأدق لحالنا اليوم: حضارة فتحت الباب على مصراعيه لتظهر حقيقة الحظيرة، فنصطدم بمجتمع معاق بكل ما فيه، مجتمع تستعرض فيه وردة شارلمونتي مالها بكل بهرجة أمام عجوز فقير يقف على ناصية الطريق يعيل أسرته ببيع المطلوع، ومجتمع يرفع للشاب بيلو قبعة الامتنان على كرمه وزيد كبس يمل البار ويمل الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. السؤال المعلق: كيف وصل هؤلاء إلى الواجهة وكيف أصبحوا رموز المجتمع؟ رموزه يمثلون الثقافة والدين ويفرضون كأمر واقع. الإجابة ببساطة: اسألوا كاميرات قنوات قشبختة التي انتشلتهم من أجواء الملاهي لتلقي بهم في البلاطوهات التلفزيونية، حيث يستضافون كمؤثرين وكشخصيات عامة، بل وحتى كمفتيين ودعاة. والأدهى من ذلك أن بعضهم أصبح يقدم على أنه رمز للأخلاق والتدين. تخيلوا أن تتلقوا دروسا في الصلاة من شارلمونتي، وأن تحاضر فيكم الشابة الزهوانية عن الأخلاق، وأن تقدم لكم الشابة خيرة وهي في 50 من عمر الرقص كقدوة للنجاح. والأغرب من كل ذلك أن هذا التسويق يقدم في أوج شهر الصيام والقيام. الفنان موش نقولوا غير في الغناء ولا يا بوكو تشوز اللي يكون عندها باجاج تربية في الآداب في الإخلاق. أنا وياك نخرجوا اليوم، أنا وياك أنا وياك نسهر، أنا وياك. بخيرة من مواليد 2 جانفي 1973. متصالحة مع سنك؟ اليوم درت 51 ans. شوفي أنا في السن ما عنديش كاع ما عنديش إشكال. كي 20 ans كي 30 ans كي 40 ans كي 50 ans. علاقتك بالله تصلي؟ نموت على ربي، صلي، استغفر، طلب السماح من ربي بزاف 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 بزاف، نستغفر بزاف. ما قالولكش شهر رمضان شهر القرآن وشهر التوبة والغفران. صاحبة ملحمة وريني وراك ترقد مدافعة عن الأخلاق. من الذي أدخل العفن إلى بيوت الجزائريين، ومن جعل من التفاهة قاعدة ومن العاهات الاجتماعية والعقد المتراكمة نجوما ومؤثرين وأصحاب محتوى؟ أليست القنوات التلفزيونية الرسمية التي تستمد وجودها من خزينة الدولة عبر البقرة الحلوب المسمى الشركة الوطنية للإشهار؟ الحقيقة أن هذه القنوات بعدما عجزت عن صناعة الرأي العام اختارت أن تصنع قطيعا ورعيا عاما، ولا يهم إن كانت ساحته زكروط أو ريفكا أو فوندام العالمية أو حتى ظواهر سنكوشية وخسانية على طريقة المسمى نمبر 1 في كاش عجار أو كاش حاجة. الأكثر عبثية كاميرا كاشي مفبركة اعترف صانعوها بأنهم كانوا جزءا من مسرحية الضحك على الأذقان، وبإقرار من قنوات الزكرطة والسنكوشية نفسها. أنا واحد العام عيطوا لي على كاميرا خفية، عرضوا عليا كاشي، رحت وقالوا لي كاميرا خفية. نقول لك علاش ما رحتش رجال الدراهم، رحت باش نبان ما نكذبش عليك. عرضوا عليا، كان ما عنديش مانيش مشاركة في الموسم الرمضاني، رحت ما نكذبش عليك باش نعاود نبان. والحاجه اللي شفت عاودت بنت، والحاجه اللي شفتها لا ستار لا فيديت ساميه طبوش. ايبا هذيك الحلقه اللي جابت ملايين المشاهده في ليله. ياسين، انت متهم بفبركه الكاميرات الخفيه في رمضان. سي كاين واحد الزوج ولا حسيت باللي زعما فيها شويه وكملت. واش راح لحلو نعيطوا لك على اساس برنامج عادي وهو كاميرا كاشي، شنو في الاخر عندك الكاشي تاعك؟ صرات لي وخلصوني وخلعت وشورت. هذا هو الواقع بكل تفاصيله، وهذه هي الزكرطة والفندمة والسنكوشية، وهذا هو الإعلام الشارلمونتي والريفكي في أبهى تجلياته. حتى الكاميرا كاشي لم تسلم من التلاعب، فكيف ببقية المشهد الذي يراد به تخدير العقول وتعميم التفاهة؟ والأخطر في الأمر أن المسألة تجاوزت مجرد الضحك على الناس ببرامج الكاميرا كاشي المفبركة التي صارت طقسا رمضانيا ثابتا، لتصل إلى مرحلة التشويه العلني لكل ما يمت للأخلاق والمبادئ والتقاليد بصلة، وذلك في مشروع يراد منه تسطيح الوعي تحت مسمى الإثارة والترفيه، ولو كان الثمن القيم والأعراف. وطبعا سلطة ضبط الصحافة الغائب الأكبر عن مشاهد أعطينيتاس الدوغروسيس، كما غابت أيضا عن مغامرات السكرتيرة زبيدة وعن إبداع المدعو مروان قروابي في دور مولاة العجار التي جاءت لتكمله.
مسلسل التمييع في عهد نجم التهريج المسمى خساني أو النمبر 1 في هز الوسط. هكذا امتدت مهزلة لبس العجار إلى مراهقي الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك تحت مسمى الفن الذي صار يرادف العفن في مثل هذه الحالات، وكل ذلك برعاية قنوات شاتية ترقص ومدرقة دربوكا. إنها المهازل يا سادة، تعطيني تاس الدقرساس ويا إعلام نحب البنات، وما يعني ذلك من وجبة حمل على الطريق السريع. تحب ترسم ولا الرياضة؟ تحب الرسم ولا الرياضة ولا الفروسية ولا هذيك الجيتارة؟ نساء. ايش يحب؟ النساء؟ ايه اخترت اختيار رائع. اعطيني واحد تاس دو غروساس تعيش. وش فيهم فيها والله؟ فوالا لو تيست برك ديريه صباح. تيست لمن؟ ناعمة. وناعمة ما عندهاش رجليها تجي وحدها. هو لا غير اللي وصلتني عمتي. ما راحش عليك الحال اللي كل هاي الوحدة. انا الحمد لله راجل وفرحان بالرجولة تاعي. راك عباك في الجزائر قعدوا غير سنة في لوكازيون باش يتهجموا عليك. ثم خطرة ما تخرج. Non, je veux dire عندي ma nièce. Elle les a c'est très pour détendre l'atmosphère. Bon courage. على بالك انا كان ما نعرفوش 4 مينيموم ينسب نتزوج معاه. اون بليس لازم يعود مينيون ولازم يعود عنده ليسبري اوفير وسيرتو لازم يعود جنتلمان وفحشوش. زوجيني نوريك الحب كي داير. انا قابلة والله، انا قابلة نتزوج. عيشي معايا الحب. انا قابلة نتزوج بك. حمبوك نوضي دينا فطور ولا قهوه ولا ولد خالتي راه جيعان. هي راك جيعان؟ اي لا قال لك لا صح باغي يسقسي تاني ما تغلطش كرشك روحك. بعيدا عن أي تبريرات واهية أو ساذجة لهذا التمييع والمسخ الذي يطال رسالة الفن، وبعيدا عن إعادة تطوير التفاهة وتقديمها في ثوب الإبداع، فإن الفن الذي يدفع المسمى مروان قروابي للخروج مدافعا عن رجولته بصرخة يجمعنا رجل ليس سوى عفن مقصود يراد به تكريس الإسفاف وتشويه الذوق العام. والحقيقة أن من يقف وراء هذا المسخ الممنهج لا يفعل ذلك عبثا، بل يدرك تماما أهدافه وما يسعى إليه. مسكين هو الفن ومسكينة هي رسالته التي حولها إعلام الإثارة والصدمات والكائنات الكهرومنزلية إلى ساحة للعري والابتذال والشذوذ والتمهبيل المعولم، الذي بدأ باستغلال مريض يهذي بنحب النساء على طريقة إعلامية صرحت اخترت اختيارا رائعا ليصل إلى عام قروابي مرأة وعام نوريك الحب كيف داير، وعام البلاطوهات التي تعج بأمثال هذه النماذج وهي تتنافس على من يتنسوج ويعشق ويتمهبل ويتعرى أكثر. الغريب أن من يبررون لهذا الهجين مسخة لم يسألوا أنفسهم ولو مرة واحدة لماذا النساء لا يمثلن أدوار الرجولة، والإجابة بسيطة وأبسط منها أنه في عام الكشف هذا لا غرابة أن تشيع الرجولة في بلاطوهات تحولت إلى مراقص تلفزيونية وزيد الموسيقى يا لا لا. يا نعم يا مونساس وكان ما يكونش عندك الكاريزما، وكان ما تكونش عندك الوقفه، وكان ما تكونش نتايا تامن بهذاك التمثيل وهذاك يفو. انا تجربتي عامي والله امين هذه الخرده تاعك هذه امين انا لا تغفر كاع. ايوه شكرا على انت طبعا فعلا لازم تكون عندك كاريزما كبيرة باش تولي الازرق سعاني ومول الشاش، وهذا هو مستوى الإعلام الكاريزمي. هذا هو إعلامنا، وتلكم نماذج من برامج يقال أنها جماهيرية ويتابعها الملايين، وطبعا وعلى رأس سلال القديم الشعب يحب يزهق. للأسف قد انتهينا إلى القاع، ورغم أنه مزدحم لدرجة الاختناق إلا أن التدافع عليه لا يزال مستمرا وبجنون منقطع النظير. والأعجب من ذلك أن كل هذا يحدث في شهر رمضان الكريم وتحت أنظار سلطة ضبط كاش حاجة. لا عجب في أن يتهاوى المجتمع بفعل هذا الإعلام نحو منحدر الكاريزما الراقصة. ومن عندك تاس الدقروساس إلا نوريك الحب كيفاش داير، ومن كاريزما يا جماعة الخير والله غير راني راجل
إلى هذا المسمى فنا وهذا المسمى إعلاما في زمن صار فيه زكروط ممثلا وفتيحة مولة العجار أو هذا المخلوق نمبر 1 في كل شيء، ناهيك عن ضيفتنا خطبوني الملايين وما قبلتش من هذا إلى ذاك فتلك، فإنهم يبررون للتفاهة ويصفون من يحتج على السخافة بالدهماء. أنا ساعات ما نحبش نعلق على التعليقات اللي تكون في الفيسبوك أو نعطيها اهتمام، لأنه هذوما بالنسبة لي الدهماء اللي عادوا أي شيء. زعفنا بزاف لأنه عم بليش ديما الفنان عرضة لهذه الهجمات. علاه ما نعرف، كلمة فنان تكفي، كلمة يؤدي دور تكفي. من هنا نقول مروان نقول له برافو. تتلقاي عروض زواج؟ كثير كثير، هذه يعني كثيرة، عشرات مئات آلاف ملايين هذه ملايين كامل حبوا يتزوجوا بك. عروض كثار هي كي نحكوا بصراحة كثار. انك نمبر 1 في واش من دوكا كاع المواهب اللي يديرهم في كلش نمبر 1 محمد؟ انا نمبر 1 حبوا يبرزوا. انا لو كان جاني الدعم اللي جا بزاف ممثلين من الجيل تاعي راني فوا 10. الواقع اليوم بات أكثر إثارة وتشويقا من الأفلام، بل وأكثر خطورة أيضا، فقد تحولت المكابرة بالتنسويج والزكرطة والترويج لحمل المراهقات في الطرقات السريعة إلى نوع من أنواع الفن الذي يفترض ألا ينتقد، ومن يجرؤ على قول استحوا فأنتم في بلد مسلم، استحوا فأنتم في وسط مجتمع لا تشبه بناته وشبابه ما تريدون فرضه من نماذج في بيئتكم، يهب أحدهم أو إحداهن غاضبا ليصرخ في وجه الجميع: أنتم مجرد دهماء لا تفهمون أن الرجل يستطيع أن يصبح امرأة، وأن هذا الزمن لم يعد زمن الرجولة بل زمن من يحسن إيجاد مكان له بين النساء. ويل لأمة عاقلها أبكم وقويها أعمى ومحتالها ثرثار. ومع كل الأسف لقد أصبنا بالبكم والعمى، فأصبح من العادي أن نبتلى بمن يسمي التمهبيل فنا، وبمن يعتبر الانحلال حرية، وبمن يقدم الشطيح والرديح في حضرة مول الشاش والأزرق سعاني إعلاما. أحدهم وبمنطق الوقت جاب ما فيه سئل في قناة الخارجية عن مكانته الفنية فأجاب بكل ثقة: يحب لك تجيب ممثل حذايا يكون بطل عليا. وحين تتساءل أو نتساءل من يكون هذا المخلوق العالمي نكتشف أنه المدعو غريس، وحين تحاول أن تعرف من هو وتسأل عنه الشيخ جوجل أو التيك توك يجيبك الانستغرام وابن عمه اليوتيوب. يات الأطلق العتروس وربطخك مقدور، والحالة نفسها مع نجمة كبيرة لا يعرفها أحد، لكنها رغم ذلك يتم تقديمها في قنواتهم وكأنها الفنانة الشهيرة منى واصف أو سهير البابلي مثلا، لتعيد نفس الكلام عن شكون كما أنا وشكون اللي يقدر يمثل معايا. بما يخص خمدني نحبس التمثيل، هذا السؤال سهل جدا، لأنه كي نحبس أنا التمثيل شكون راح يمثل؟ ما فهمتش. محمد، قلت لا أقبل إلا أدوار البطولة، ما أحلى تواضع اللي فيك، هذا اللي ممكن نخليهم ما يعيطولكش ياسر في الأعمال. لا لحد الآن أنا ما أقبلش إلا البطولة. ما تقدرش يحب لك باش تجيب ممثل حدايا يكون بطل عليه بكل تواضع. في الجزائر لازم يكون في العالم كل. هل اليوم خديجة مزيني رقم صعب في التمثيل النسوي في الجزائر؟ رقم صعب، نعم، رقم صعب بزاف. لازم واحد يكون فريمون نيفو باش يقدر يمثل معايا، سينا وكان ما نحبطش النيفو مع واحد اخرين ما راحش يقدروا يمثلوا. صريحة فعلا إذا لم يتصدر أمثال غريس المشهد شكون اللي يمثل الفن والثقافة والإعلام؟ وإذا ما هبطتش خديجة مزيني أو مزيني النيفو كيفاش قادرين يمثلوا معها؟ الغريب أن بلاطوهات مول الشاش والأزرق سعاني وزكروط لم تكتفي بتقديم أمثال هؤلاء وهن على أنهم وأنهن صفوة المجتمع الجزائري ونجومه، ولكن الأمر تعدى إلى النفخ فيهم ليكونوا لسان فن دون الحاجة لتمثيل أو أعمال فنية. يعني تخرج مع مولات الأزرق سعاني في البلاطو تحسب روحك عبد الله غيث أو أنطوني كوين. رحم الله زمن سبكتور الطاهر ورحم الله زمن بوبقرة.
ورحم الله زمن يدفن فيه الفنان الكبير عثمان عريوات وهو على قيد الحياة، بينما تطفو على سطح الفن كرسالة وليس ككرنفال في زريبة عالمية كل أنواع الزكرطة والشوشعة ولتاس الدوغروسيس والفندامة. زمن دفع إحدى المغمورات ممن يقتنين قاطو العيد ب5 ملايين إلى أن تطالب بمحمية للفنانين، فلا بد أن يكون الفنان على رأي من كانت فاطمة الزهراء بن كدغلي فأصبحت زولة في زولة لاسم فاطمة الزهراء، لا بد أن يتقاضى 200 مليون مثل اللاعبين ولا يكون ملزما بالسكن في الأحياء الشعبية. ولكن هل هناك من كان يعرف زولة أو بن كدغلي من قبل؟ وأي أعمال قدمها هؤلاء حتى يصبحوا واجهة المجتمع الذي تروج له قنوات قش بختاء؟ لا اسكت تسمحينا نعيطوا لك في الحصه فاطمه الزهراء ماشي زوله. نحب ولي يعيطوا لي فاطمه الزهراء. نورمال. نقول لك كنت صغيره كنت ما نحبش اسمي باسكو في ليكول كانوا كامل ساره منيره فهمت. دونك فاطمه الزهراء كنت نشوفها تاع عجوزه كبيره عيطوا مي كي كبرت وفهمت اسمي وليت نعشق اسمي. فنان نورمالمون يخلص كيما لو جوور دو فوت. نتوقعوا حنا لي جوور دو فوت يخلصوا 150 200 مليون في الشهر اضعف الايمان. يحيى واش رايك في ويسكن في حي شعبي مع تو الموند الوغ كو تما وين لازم يسكن الفنان؟ لازم يسكن دون دي كارتيer ريزيدونسيال ويجوا لي باباراتزي ويصوروا في واحد بالك لي باج هما اللي اولوا لهذا الشيء، هما اللي في المواضيع بدلوا المعنى. انا حابه نشري الكاطو هذا العام. شحال تصرفي؟ قولنا شحال تصرفي في الكاطو؟ غير شحال تصرفي؟ Je sais pas, peut-être je vais acheter pour 50 000 dinars هكذاك لي غاتو هكذاك. حين نعلم أن الفنان الكبير الشيخ عثمان عريوات لم يغادر سكنه الشعبي وهو في عز عطائه ونجوميته، نفهم الفرق بين الفن وبين زولا وغريس وعام الزكرطيين والخسانيين ومالي العجار. كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ اسألوا إعلاما جعل من الزهوانية داعية أخلاق، ومن الشرموطي معلمة صلاة، ومن زكروط ممثلا، ومن غريس وزولا وخساني وغيرهم فنانين ونجوما وواجهة مجتمع. اسألوا من هندس لكل تلك التفاهة والغوغائية والبؤس الفكري. اسألوا من مسخ المجتمع وما فائدته في تعميم الرداءة حتى تصبح هي الأمر الواقع. اسألوا ذلك الشيخ الذي قال لأولاده: أطقوا العتروس وربطخكم قدور، لقد تمت عولمة العفن والسبب، ويل لأمة عاقلها أبكم وقويها أعمى ومحتالها ثرثار.